تصدق او لا تصدق، نتنياهو يتجول في شوارع سوريا. النتن لقى نفسه فاضي هو والرجاله بتوعه، فقال لهم تعالوا بقى ننزل ناكل 2 شاورما ونتمشى شويه في سوريا. وبالفعل نزلوا جنوب سوريا على بعد حوالي 30 كيلو متر من القصر الرئاسي بتاع احمد الشرق. انتوا عارفين اللي حصل ده معناه ايه؟ معناه ان سوريا دولة لا تملك اي سيادة على ارضها. انت متخيل؟ اوسطها لك. تخيل معايا كده انك تصحى الصبح تلاقي النتن وعصابته بيتمشوا في شوارع شبرا مثلا. تخيلت؟ هو ده اللي حصل بالظبط. واحمد الشرق طالع يقول لك نحن نشجو بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي. انت اصلا لا تملك من امرك شيء، يعني ما تقدرش تعمل، مفيش حاجة في ايدك عشان تعملها اصلا. وبعدين انا عايز اسال سؤال، احمد الشرق وعارفينه، الشعب السوري فين؟ ازاي تقبلوا بحاجه زي كده؟ دي مساله كرامه، مفيش نخوه خالص، مفيش غيره على ارضكم. يا اخي ده انا ما شفتش واحد رفع سيخ شاورما ولا رمى علبه توميه عليه. شفتش 2 3 طالعين في مظاهره بيقولوا نرفض وجود النتن عندنا في سوريا. هو ده الفرق بين الدول ذات السياده واشباه الدول.